ايه الحاجه اللي دايما كل ما تعملها تفشل فيها؟ تحس ان ربنا مش بيقدر لك فيها الخير يعني؟ والله مش عارف اعمل مشروع لنفسي. كل ما تيجي الخطوه ربنا ما بيوصلهاش. والله يعني لدرجه اني خلاص انا كنت واخد محل وناوي اعمله حاجه مصغره زي كده وخلاص، واتفقت مع الناس وخدت كل حاجه، وجي في الاخر الراجل طلع مش تمام وخلع مني. كان معايا الراجل الطيب ده اللي هفضحه دلوقتي. زي ما الراجل ده قال لك دلوقتي، بنسعى كتير قوي ان احنا نعمل حاجه لنفسينا، وكل ما خلاص نبقى خلاص قربنا فاضل خطوه ونخلص ما بيحصلش نصيب، وبنرجع تاني لنقطه الصفر. هي دي الحاجه اللي احنا بنحاول فيها وهنفضل نحاول فيها ان شاء الله لغايه ما ربنا يكرمنا باذن الله. احنا مع بعض في الحكايه دي بقالنا سنين يعني. ان شاء الله باذنك يا رب عشان ربنا. لا بصراحة لسه ما قدرش الفشل، وأنا مؤمن إن أي واحد توكل على الله وعمل اللي عليه ربنا بيكرمه يعني. ايه الحاجه اللي كل ما تعملها او تحاول تعملها تفشل تبوظ؟ ما بحوش وعاوز اجيب المعزه تتسرق اما تضيع بلاش. كل ما اعملها تبوظ. نفسي احوش كده قرشين واجيبها قبل العيد، ما بعرفش. ممكن اختي الصغننه ترميهم لي في الشارع، ما تعرفش حاجه. ايه الحاجه اللي كل مره بتعملها بس ربنا ما بيقدرش فيها الخير بتفشل؟ والله انا كل ما افكر اني يعني اعمل مشروع كبير واشغل فيه عماله وناس تشتغل وتدي بغض النظر عن المكسب او الخساره بتاعته، لكن برضه للاسف في حاجات بتوقفه، يعني في حاجات ما بتخلوش يكمل. ايه بقى الحاجه اللي كل مره بتعملها بتفشل فيها؟ القرارات اللي بسرعه، قرارات سريعه. تاخد قرار سريع ده تفشل فيه. فالهدوء والتأني حلو. نفسي اغير العاده دي بصراحه. قرارات سريعه جدا ديت اسوأ حاجه ممكن تشوفها في الانسان. بس هي دي الحياه بتتعلم فيها يعني. لا ما يعني ما فيش، لان انا بحاول اعمل الحاجه اللي انا ممكن انجز فيها. لكن الفشل ده متكرر، يعني انت لو حسبت فشل، انت مثلا بتتعلم لغه وليكن مثلا زي اللغه العربيه، كل يوم بتفاجئ ان انت لسه كتير، فده لو اعتبرت ان هو فشل، ده فشل يمكن بيدفعك ان انت بعد كده تنجز اكتر. لكن فشل واقعد وبتاع وبطلت، ده انا ما عنديش الكلام ده. الحمد لله انا مش فاشل، لان انا زي ما قلت لك انا ممكن يعني السوق دوت على ما يعمر والناس تمشي وتروح وتيجي يكون على الظهريه كده. انا ممكن اجي هنا والحاج احمد يقول لك كده اجي الساعه 8 9 الصبح، ممكن 7 اول ما اصحى استحمى وانزل، ما اقولش بقى اخش على النت ولا الكلام ده كله. العمل ثم العباده. انزل انا بقى ممكن ما الاقيش ولا واحد هنا، اقعد انا بقى اكنس وارش ميه وارش ملح واشغل القران واملى الكوردر ده الكولمان ده واجيب له تلج وبتاع، يكون ايه الناس جت، وبعد كده بقى ابيع واشتري بقى وكده. لا اصل بعد الفشل نجاح، يعني لو انت فشلت في حاجه بتجرب مره ثانيه ونجحت فيها نجحت، ما نجحتش ما بتكملش خلاص، شوف اي اتجاه ثاني. بشتغل. في ناس بتفهم غلط ان انا بشتغل مش عايز اشتغل، لا انا بحب الشغل وبشتغل، بس في لقطات انا بعملها غلط، بس عديلي مش لازم تثبت على الغلطه، مشيها. انا هظبط من نفسي لما الاقي لك بتعديلي، هظبط من نفسي. لكن كل ما هتقف معايا في غلطه كده ممكن تيجي معايا غلطه هتلاقيني انت مشيتني. ليه؟ القوي بيجي على الضعيف. ايه الحاجه اللي كل ما تعملها تفشل فيها؟ ربنا مش بيقدر لك نجاح فيها؟ الشغل بتاعي. كل ما افكر ان انا افتح محل لوحدي حاجه تحصل كده هو ارجع تاني. كل ما اقول ان انا افتح شغل لوحدي ارجع تاني. انا شغال في محل احسن، ما تتوفقش معايا، ما بتجيش معايا، بس انا بسعى برضه، ان انا بسعى وبقول يا رب يا رب. والله الموضوع المالي بفشل فيه كتير، يعني
يعني كنت شغال وكل حاجه وخدت ارض في الفصل، انا اعمل مشروع ان انا بقول لك عليه ورشه كبيره وبتاع وكده، وكل شيء اتدمر. ان انا اعمل مشروع، كل ما افكر اعمل مشروع لازم يفشل، مفيش حاجه بتكمل، بس بقول الحمد لله برضه. كل حاجه حتى الشاورما. كله عند ربنا يعني. انا كلها ونعم بالله يعني. هنعمل ايه؟ يعني احنا بنعمل اللي علينا يعني، ما بنعملش حاجه غلط الحمد لله. بصراحه كنت بعمل دايت كل شويه وبزيد وهم على دايت تاني وبرجع، بس لحد دلوقتي هو مستقر على حاجه معينه الحمد لله. المشروع اللي انا قلت لك عليه بتاع المحل بتاعي عملته مره واتنين وفشل ومش عارف اوقفه. ايه الحاجه اللي عملتها كتير بس دايما بتفشل؟ بتحاول تعملها دايما بتفشل. زي زميلي ناجي بقى برضك بفتح المحل وبفشل. مع الطيبه برضك ممكن تخليك تفشل. ان انا اسيب ابويا وارجع له تاني. صدقني لو سالت اي اصحابي كل ما اسيب ارجع له تاني، رغم اني بشوفه بس برجع له تاني. هعمل ايه طيب؟ يعني متهيألي معرفتي بالناس انا فاشله جدا في الموضوع، دايما لما بعرف حد لازم يطلع وحش ولازم بيظبط الدنيا معايا. الحاجه اللي كل مره بعملها بتفشل وما بتنجحش، لا دي حاجه احتبس بيها الناس. لا هي انا حاولت احصل على الزماله بتاعت المحاسبين الامريكيه CMA، وكل ما بس انا بفشل عاده ما قاعد اجلس الامتحان يعني، وتحصل ظروف كده بتكاسل ما بجلس الامتحان. بس دي الحاجه الوحيده في حياتي اللي ما قدرت احققها وفشلت فيها. بصراحه انا ما بخشش في حاجه طالما حاسه ان انا هفشل فيها ما باخدش ريسك يعني. ممكن ان انا كان نفسي دايما ان انا اغني وانا صوتي وحش. ده اللي بعمله. اللي انا كل ما احاول امسك قرش ما بيقعدش في ايديا. اللي دايما اعملها افشل فيها الامر بالمعروف.